حضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حضرتك، متابعنا طيب وشايف طبعا معايا ضيوف الاعزاء كابتن اشرف عبد الله واستاذ جمال نوفل، وشايف يعني احنا بنتكلم عن بعض الاخطاء اللي حاصله ان كانت في الدفاع على خط النص في النادي المصري. اولا مساء الخير. مساء النور، اهلا. اتفضل يا كابتن. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ريت بس توطي التلفزيون واسمعنا مع بعض. تحياتي للكابتن جمال نوفل، تحياتي لحبيبي الكابتن اشرف عبد الله، واتمنى لهم طبعا تقديم برنامج ان شاء الله بالخير باذن الله. الله يجيب في سيرتك يا كابتن سمير والكابتن اشرف. على الكابتن اشرف طبعا انا بقدم لك كل احترام وتقدير لان انت من الناس اللي بعتز بهم. كذلك الكابتن جمال نوفل من الناس المحترمين. انا ليه عتاب صغير، مستوى النادي المصري طبعا خلال الفتره اللي فاتت دي لا يسر عدا ولا حبيب. طبعا احنا ذكرنا قلنا طلبوا مساعدات ماليه مجلس الاداره والحاجات دي كلها 350,000 جنيه نموهم. السيد متولي كان بيبيع شقق وكان بيبيع قماش وكان بيبيع حاجات كتيره جدا عشان يمشي النادي المصري وما كانش بيطلب من حد حاجه. قال لي قد حاجه اعملها او ما اعملهاش. الحاجه الثانيه ما انتوش قد حاجه قولوا السلام عليكم ونعمل عقد جمعيه عموميه للناس ونعمل كل حاجه. الحاجه الثانيه بعد الجمعيه العموميه هي اللي تقرر، هم اللي يتحاسبوا. انا بتكلم علشان بالنسبه للناس المسؤولين، اين اللجنه الفنيه اللي تختار اللعيبه؟ مين اللي اختار اللعيبه المحترمين الافاضل اللي موجودين ومشى لعيبه على مستوى عالي جدا جدا وانتم عارفين مين اللي مشى ومين اللي مشى؟ كابتن سمير يعني انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه. كابتن سمير يمكن طبعا احنا في بدايه الدوري قلنا ان او اول ما كابتن طارق يحيى جه قلنا ان مجلس الاداره اداله كل الصلاحيات ان هو يبقي اللعيبه اللي هو شايفهم كويسين ويشوف اللعيبه كمان اللي هو عايز يضمهم للفريق. طب احنا ما بنحاسبوش دلوقتي ليه؟ مجلس الاداره ما بنحاسبوش دلوقتي ليه؟ ليه ما نحاسبش بقى اللي نجيبه ونقعد معاه كمجلس اداره مسؤولين عن الجماهير ومسؤولين عن النادي المصري ونحاسبه ونشوف ايه الاخطاء اللي احنا واقعين فيها دي؟ لان النادي المصري زي قلعه من قلاع مصر كلها وقلاع الرياضه في مصر عامه. احنا ما نبقاش بالمستوى ده. انا مش هكتر اكتر من كده واقول ان اطلب عقد جمعيه عموميه مستقبلا نلحق النادي ونشوف مين اللي يكون موجود والاصلح يقعد والناس تقدر اعضاء مجلس الاداره موجودين يقدموا في الجمعيه العموميه ويدخلوا واهلا وسهلا بهم لو الناس اختارت. قبل ما تقفل استاذ جمال نوفل اهوت هيمسي عليك. ازيك يا كابتن سمير؟ بكره بقى اشوفك في القهوه باذن الله ان شاء الله. تحياتي لكم واتمنى لكم خبر ممتعه ان شاء الله. انا للامانه يا كابتن سمير انا شايف ان مجلس الاداره عمل اللي عليه وادى كل جهده مع اللعيبه. الموقف النادي المصري انا عارف انا عارف واعلم جيدا مدى حبك. يعني انت كنت بتكلمني من يومين بتقول للمجلس كويس وماشيين وشكرتني فيهم الحقيقه. يعني انا عاوز اقول لك الخطا فني. التليفونات جت لي دلوقتي من ناس افاضل محترمين وناس لهم وضعهم في جماهير الكوره زعلانين من اللي بيحصل. انا متفق معاك يا كابتن سمير. بطالب الاستاذ ياسر يحيى والاستاذ كابتن شريف شادو وهو ابن من ابناء النادي المصري لاعب سابق. انا عاوز اقول حاجه يا استاذ جمال، في مؤيد وفي معارض. انا معاك. في ناس كده وفي ناس كده. هو مجلس الاداره يقعد مع ما هو المشكله يا كابتن سمير راح يقعد مع ياسر. كابتن اشرف كابتن سمير كابتن جيفار. ايه يا كابتن؟ كابتن جيفار حبيبي. حبيبي يا كابتن اشرف. حبيبي يا كابتن سمير. انت تعلم ان احنا يعني قبل ما بنشتغل في النادي المصري احنا بنعشق النادي المصري، تمام ولا مش تمام؟ طبعا. مجلس الاداره اذا كان الناس شايفه ان هو مش اهل للمسؤوليه علينا كجمعيه عموميه نجيب مجلس اداره يقدر يشيل النادي والناس ما فيش مشكله بالنسبه لها. انا قلت في كلامي مع الناس هنا ان المجلس معين في انتخابات جايه اللي شايف نفسه في بورسعيد يقدر يشيل المسؤوليه ويتحمل مسؤوليه ويتحمل هذا العبء المالي الكبير اهلا وسهلا بيه في النادي المصري. احنا هنبقى اول ناس. انا شغال في النادي المصري انا هبقى اول واحد مؤيد ليه. انما في وجود انتخابات ما بنلاقيش حد يرشح نفسه، ما مش لاقيين حد. كله بيخاف، كله بيهرب. وفي على العموم يعني وجهه نظر حضرتك وصلت. ماشي احنا بقى عايزين نشوف الناس دي يا كابتن سمير في الانتخابات اللي جايه. مفيش اي حاجه. انا ما بقولش مجلس الاداره ينزل يرشح نفسه الافاضل. مفيش اي حاجه. تمام.
شكرا ليك يا كابتن سمير، شكرا لمداخلتك. انا عاوز بس اقول ممكن ارجع ليك يا استاذ جمال، انا عايز بس سؤال تعقيبا حاجه بس للكابتن سمير بالامانه، واحد من اخلص اللاعبين. لا مفيش كلام يعني كابتن اشرف ده كله اخلاص وحيويه وكله نشاط، هو بس غيره من النادي المصري طبعا بيخايف على تاريخه طبعا من النادي المصري، لان النادي المصري نادي كبير ونادي عريق واحنا كلنا ودمنا نادي هو المصري. السؤال الوحيد بخصوص المكالمه، هل وقت المحاسبه دلوقتي؟ لا بس ده لا يعني في خطر جاي، يبقى انا نحذر من الخطر ده. تمام. ومش هندخل في الفنيات، هو بس عليه يركز مع الفرقه. طارق يحيى ينقصه التركيز، ولا بده من تدريب زي ما قلت حضرتك. لما مجلس الاداره يجي يتفرج على مدير فني وما لقاهوش، ده مش كلام، ده في اخطاء، نعالج الاخطاء. في اخطاء فنيه. طيب في مواجهه سموحه الماتش اللي جاي، ويمكن شايفين سموحه يعني متغلب على حرس الحدود، يعني فريق عنيف. يعني المفروض المصري يكسب 2-0 على الاقل. ليه بقى؟ في الدور الاول المصري كسب في الماتشات الوديه، كابتن طارق يحيى كسب سموحه 2-0. يفكر كده بهدوء ويدير مباراه بينه وبين نفسه الاول بدون اي تحليلات، ويركز تركيز تام ويحسن اختيار التشكيل المناسب. اللعيبه اللي عندها روح عاليه وعندها فنيات عاليه يجدد، اللعيبه اللي ما اثبتتش وجودها خلال الماتشات اللي فاتت ممكن يستثني لاعب او اتنين، طبعا مع الاحتفاظ بالهيكل العام للفريق، وربنا يوفقه طالما هو هيعمل باخلاص وبجد. ربنا دايما بيقف مع المخلصين. امين يا رب. احنا دلوقتي معانا نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري استاذ شريف شادو. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف. استاذ شريف. ايوه مين؟ اهلا بحضرتك. يعني يمكن طبعا بنمسي على حضرتك وضيوفي الاعزاء كابتن اشرف عبد الله واستاذ جمال نوفل بيمسوا على حضرتك. بمسي طبعا على كباتن مصر، الكابتن طبعا استاذ جمال نوفل. اتفضل. طبعا بمسي على استاذ جمال طبعا حبيبي طبعا. مساء الخير عليك يا استاذ جمال. مساء الخير يا استاذ شريف. وكابتن اشرف عبد الله طبعا علامه طبعا في النادي المصري واسم كبير طبعا في النادي. ومساء الخير عليك. شكرا يا كابتن. مثلا يمكن احنا طبعا يعني شغلتنا احنا قاعدين نقطع في فروه النادي المصري، لكن انا عايز اتكلم بس بخصوص حاجه. لما حضرتك نزلت في التمرين وقلت للعيبه ان انا مش عايزكم مجرد موظفين، يمكن الكلمه دي كلمه كبيره برضو. يعني فكره مجلس الاداره شايف ان اللعيبه اللي عنده هي موظفين، مفيش روح. لا هي ما اتقالتش